إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم جميعا وتبوأتم من الجنة غرفا، وأسأله سبحانه وتعالى في عليائه الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلنا يعلم مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. كلنا يحب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كلنا يتمنى لقاءه، مجالسته، سماع حديثه، التنعم معه في جنة الرضوان. أسأله سبحانه الرحمن أن يجعلنا معه في أعلى الجنان، اللهم آمين. وقد بلغ مسامعكم، بل لعلكم شاهدتم شيئا منه، مما قد أذيع على الشبكة العنكبوتية أو ما يسمونه بالإنترنت، ذلك الفيلم الخبيث الذي يساء فيه لرسول الله ولدين الله، يساء فيه للمسلمين جميعا ممن يغارون على دين الله. ولن يكون كلامي حول ما يدور عليه هذا الفيلم أو غيره، فهذا من تضييع الأوقات في ذكر مثل هذه القاذورات، ولا يهمنا الكلام معهم، أي مع هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أو قدحوا في دينه. فلا غرابة أن يأتي ذلك من أعداء الله، لا غرابة أن نسمع السب واللعن والشتم والتحقير ممن يطعن في ديننا، فهؤلاء أئمة الكفر كما سماهم الله عز وجل. وإنما كلامنا مع المسلمين، وإنما كلامنا مع من يدعون اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. بشر قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: هذه ليست نادرة من نوادرهم، بل أبشروا بالكثير في المستقبل. ما زال عاد فيما نستقبل من أيامنا إن أطال الله في أعمالنا زيادة في الطعن والقذف وإسقاط رموز هذا الدين، وأعظم رمز عندنا هو رسول الله
صلوات ربي وسلامه عليه ما زال عاد الشهنديس، ما زال عاد التقوان، وأنا أقصد القلة السفيهة، لا أقصد كلهم بل منهم العقلاء حتى يدين ذرميا غير المسلمين هؤلاء جمع رشة وطعنا في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جهرا، أو زعما الدين فيلم أو ليساس من شن كاريكاتير يستهزئ به، بل تجد الكثير منهم يمتنع عن ذلك بل وينكره. فلا حق لنا أن نتهم الجميع أو أن نطعن في الجميع أو أن نثير الفوضى والقلاقل وينتشر القتل والضجيج بين المسلمين ونؤذي من يستحق ومن لا يستحق بدعوى أن بعض الناس في أمريكا صور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيلم وأساء إليه. ما كل هؤلاء يوافقونه وجمارة توافق أنت. والغريب العجيب أن هذا الفيلم لم ينتشر كثيرا، لم يعرض على شاشات السينما ولم يعلن له، وإنما نشر على نطاق ضيق على الشبكات الإلكترونية، ومع ذلك وجدنا ردة فعل قوية من كثير من المسلمين. ما بصرا من وقع في ليبيا، وإن كنا لا نقره ولا ديننا يسمح به ولا يشرعه، وقتل الأبرياء ولو كانوا من غير المسلمين وخصوصا المؤتمنين محرم في ديننا، محرم باش تنغض شعور ضرب ذوذي يوذف الله مش تشيد الأمان العهد ثم تضغط بقتل هو منه بريء لا علاقة له به. وبما أن كثيرا من شبابنا تأخذه العاطفة في مثل هذه الأمور فيستنكر مثل هذا الكلام. قصتنا العاطفة الجياشة، وكثير ما تكون العاطفة في الدين مروة به الشرع رب العالمين جل جلاله فهي هدامة للدين. العاطفة التي تنكر الشباب وعندهم بضاعة قليلة العلم ولم يسترشدوا بالعلماء ولا استفهام حد من أهل العلم، هؤلاء معول هدم للدين، بمعنى أنهم يشوهونه عند الناس، رغم أن في هذا من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل الله في علاه. نقول رغم أن هذا الفيلم عرض على نطاق ليس بواسع، لكن القومة كانت شديدة، رغم أنهم زرعوا السرى قبل ذلك بسنوات، نزرى النياس من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحشم خاص، ونتوارى كذلك إني إزاز استهزاء من الصهاينة اليهود إني تياصما على شكل خنزير والعياذ بالله. ومع ذلك نزرى رد الفعل نزرى الآن في هذه الأيام القليلة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتشار التدين بين الناس. يذان ولله الحمد ذكروا غير الدين يرجعون إلى رب العالمين، وينتشر الالتزام وتنتشر الاستقامة بينهم، وهذا ما نريد أن نتكلم عليه،
عن الرشاد والهداية والاستقامة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كين خاس الفيلم يخدح شمخاس نحاول أنه أليصع منه ويخضر يجن الوقت حساس يجن الوقت وقعنت زايس تلك التفجيرات أو تلك البلايا يوم 11 سبتمبر. التوقيت متعمد كما لا يخفى، ولذلك نريد أن نقول ربنا جل وعلا قد كفى نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه المستهزئين. إن استهزاء بالنبي الكريم قد كفى رب العالمين استهزاءه الزسن انتاقا، وقدر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد من المسلمين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعترف بفضله الكل الكافر والمسلم حتى الحيوان والحجر سنن القدر من النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. حتى الحجر كان يسلم عليه في مكة المكرمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا كنت أمر عليه في مكة يسلم علي يقول: السلام عليك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وحن إليه جذع الشجر ويخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما صنعوا له منبرا فارتقاه سمعوا لجذع الشجر أنينا وسمعوا له بكاء. شجار يتوقع على النبي صلى الله عليه وسلم خاس فلو لأنه فارقها، فنزل من منبره بأبيه وأمه ثم اعتنق الجذع فسكن وحن. نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه هو قدوتنا وأسوتنا، ويكفيكم هذا الحديث الذي جعلت أقلب الصفحات وأبحث عن حديث يناسب المقام، فوجدت حديثا يشهد فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفينا شهادة الله، ولكن سوى الشهادة للكفار شهادة كافرين آنذاك، أحدهما مات كافرا نصرانيا والآخر أسلم. هذا الحديث حديث جليل فيه من العبر والفوائد ما فيه، فأردت أن أسمعكم إياه، فإن فيه من المعاني الجليلة ما تقر له عيون المؤمنين الموحدين، فارعوا له واسمعوا بقلوبكم قبل آذان رؤوسكم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه أخبره قلنا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه أخبره بقصته مع هرقل عظيم الروم. هرقل الزعيم الملك إيروني في الشام في تركيا، وكان هرقل هذا كان على دين النصرانية،
أبو سفيان كان في تجارة إلى الشام مع أصحابه، فلما وصلوا إلى إلياء أي إلى القدس يوضون بيت المقدس جاءهم جنود من قبل هرقل فأمسكوهم ثم أخذوهم إلى هرقل، وكان يبحث عن أمة من العرب. هرقل تبغى يوزو شيء من العرب باش يستقسل خل النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فأوتي به ثم دخلوا على هرقل ثم سألهم سؤالا فقال لهم: من أقربكم نسبا إلى هذا الرجل أي محمد؟ والزيون قريب نسب إلى محمد يتعنى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: أنا. فدعاه واقترب فإن السكين اجلس، ثم أمر الترجمان أن يأمر أصحابه أي أصحاب أبي سفيان أن يقفوا وراءه الدم وعمي أبي سفيان ولتولي أبو سفيان قنوانس. ثم قال له: إنني يدك من أبي سفيان إني سائل هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. يعني ما ليس خارق سبين ما يبلي سخار شن إشارة ما كيف ما كانت أفهم منها أنه كذب عليه. فجاء أبو سفيان وجلس. يقول أبو سفيان: فأنفت نفسي أن أكذب إن شوية مش السخار احتمل خالقني لسجن مصلحة عظيمة الدين الآباء بالأجداد والخالق، لأنهم ذهن قويات خالقا ولو كانوا مشركين عباد أوثان. فأجلسه وقال أبو سفيان: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: إن شخص ينزور للسكسة إنني كيف نسبه فيكم. النسب مدويت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العائلة المسزي ومن تعنا ما غشن الشرف نخواص كيف نسبه فيكم. قلت: أي أبو سفيان هو فينا ذو نسب، النسب الشريف عالي، هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب من بني هاشم، وبني هاشم تغسكون غارج المرتبة عالية في قريش، نسبهم شريف. السؤال اسمين. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ مهدي الزارس محمد ادعى النبوة ادعى الرسالة قبل محمد؟ فقال: أي أبو سفيان: لا. السؤال الثالث. قال: فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ بالنسبة للزارس زيد شنو بالنص يغد الملك ويحكم؟ فقال: لا. السؤال الرابع. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قيادة هذا الرجل وثفان جد النس ما الأقوياء الأغنياء الشرفاء الضعفاء؟ فقال له: بل ضعفاؤهم، المساكين بالفقراء إني ويزماء هؤلاء إني قاعد فن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال الخامس. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ راح آمين ذي العدد نختم قسم. قلت: بل يزيدون آمين. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟
ماذا يسمحد شان يجن هذه يرتد خدين هذه يكفر برب العالمين بدين محمد سخطة هذه يقبض هذه يسخط خدين هذه يكفر فقال له هل كنتم تتهمونه بالكذب ما تغفهم من محمد سخارق قبل أن يقول ما قال قلت لا هو عندنا الصادق الأمين ويسخار بأبي هو وأمي. السؤال الثاني قال فهل يغدر ذغدا قلت لا ونحن منه في مدة لنجم الصرح جاران في المدة لا ندري ما هو فاعل فيها والسم من غير يمكن ذلك. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. السؤال التاسع هل قاتلتموه قاتلت بشأن الحروب بشأن المعارك قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بينه وبينه سجال ينال منا وننال منه نحن نرشين نتولد المتوى هكذا. السؤال الأخير الناس بماذا يأمركم الدعوة الاسمية على مين ديس بماذا يأمركم فقال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان إن هرقل لمن يترجم الكلام عنه قل لأبي سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها كذلك الله عز وجل يرسل الرسل اسكاد الرسل من الأنبياء ذي عوائل شريفة وأنساب كريمة. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول مزار السد الناس النبوة والرسالة فقلت لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله ما عليكش نجلسي الزاد النبوة يتداعى النبوة هذه إني غاس يمكن يعطيه يتشبه الزايز إن الكمين قال هذه نخمينين فما دام أنه لم يسبقه أحد فهذه سقطت عنه. وسألت هل كان من آبائه من ملك مدغى حد ذي العائلة نفس ذي الآباء الأجداد نفس من ملك يحكم فقلت لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه معليك باباس ميخدس تغي يحكم قريش أو مكة تغد الملك تيرين الناس يزوخ الملك باباس يزوك يا. وسألت هل كنتم تتهمونه بالكذب وهذا فيه إشعار أن هرقل لا يتهمه بالكذب أن هرقل يعتقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ذن الفاء جر الكذب والتكذيب سنشاء هل كنتم تكذبون فهذا فيه جزم وتأكيد على الكذب وإنما الناس تتهمون بالكذب يعني ممكن إسخار ممكن صادق فهذه تهمة لا تثبت إلا بدليل. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قبل النبوة والرسالة فذكرت أن لا فقد أعرف
بسم الله رب فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. مع كل يمتنع في الكذب خيودان ويعطي الإسخار خيودان الإسخار رب العالمين جل جلاله معقولة هذه؟ لا. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم وسفار؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه مساكين بالضعفاء إثفان الناس وهم أتباع الرسل أتباع الرسل الأنبياء أغلبهم ضعفاء ليسوا بأقوياء وليسوا بحكام في أقوالهم. علاش؟ لأنه غاصبوا شونكرة أو تمنية أو مال أو جاه أو منصب يخاف عليه لا، وإنما رأس من هذه الدنيا لا يملك شيئا، فعلى ماذا يخاف؟ بل ويرى أن هذا الدين فيه عزة له بعد أن كان ذليلا بين هؤلاء الأغنياء. يقول هرقل وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون من الليان ذي العدد، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحدهم سخطة عن دينه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الناس الإيمان خمي غير كود سعيد سنيدف خمي غير قاس المسلم حلاوة الإيمان نادر ما يتركه ويتخلى عنه. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان كما تقول ما لم يتقى الصدق كتير فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان صدقا ما تقول أتملك رب العالمين أنشأني بالجيش الشام. وقد كنت أعلم أنه خارج الصدق الذي يخرجني من البيت في آخر الزمان لم أكن أن أظن أنه فيكم وذكر إلا الزيوت وعربي. فلو أني أعلم أني أخلص إليه معلك الزمة غصوت إلى المدينة لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعثه إليه. نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كديجن في بلده هرقل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، تدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي من الكفار، خاك الإثم الكفر بالإثم الشعب نيت حكمت اللي هم الفلاحين. ثم تلا عليه قول الله عز وجل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد سمعتم هذا الحديث ولعل أكثركم أو بعضكم لأول مرة يسمعه كاملا. ما المطلوب منا الآن؟ نبل الخطاب توجه مسمنت وتوجه وين النصارى اليهود والكفار. ما المطلوب منا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المظاهرات؟ لا. الشغب والفوضى؟ لا. الكلام الغوغائي والعاطفة ثم تمر ثم تعود ريما إلى عادتها القديمة؟ لا. ما هذا هو مطلب رسول الله صلوات ربي وسلامه منا وإننا. النبي صلى الله عليه وسلم الزينخ أتصدق بقلوبنا الزيسنان حق الإيمان، وأن نشهد بالإيمان به وبسنته بألسنتنا، وأن نعمل بها بجوارحنا. يا من تدعي حبه، أين أنت من سنته؟ هذه الفرصة عظيمة أبي تنبره الكفار الأعداء للذين يستهزئون ويسخرون من سنته أننا نحن نحبه صدقا وفعلا، أننا ناصروه بما ننصره. مزغ انصار النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أتنصار خميغا نستخدم خديم الله جل جلاله، أتنصار مر الحق الصلوات في أوقاته، أتنصار حينما نسأل عن سنته نسأل عن حديثه ميت باش تنطبق على أرض الواقع. أتنصار خميغا الشن يجن الصورة طبق الأصل لسنته صلى الله عليه وسلم تمشي على الأرض. أتنصار حينما ندعو إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. أتنصار حينما نتسم بأخلاقه وكان خلقه القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أتنصار خمغدوا الشباب إلى سنته ويستقيمون ويدينون بهديه ظاهرا وباطنا ولحيته ومظهره حتى نكون من أتباعه حقا صلوات ربي وسلامه عليه. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه. اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يشربون من حوض سنته في الدنيا ويشربون من حوض كوثره يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم مجلسا في الجنة. اللهم اجعلنا من رفقائه في الجنة. اللهم اجعلنا من رفقائه في الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم، اللهم وفق حكام المسلمين لاتخاذ موقف صارم ضد هذه الدول التي تتساهل في الإذن بسب وشتم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وانصرهم في بوما، واجعل جميع بلاد المسلمين أمنا وأمانا. اللهم اجعل بلدنا المغرب أمنا وأمانا. اللهم وفق ملكنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق له البطانة الصالحة الطيبة يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.